طبعا هني انا عندي قطع ستيك، سواء كان ستيك شي يكون ويا الشحم او ستيك بدون شحم، اقطعهم شي بهالطريقه. وهني بعد ما قطعت وانا حاطه هني قطع ليا، ضروري انا احط ليا. تبون شاورما نفس المطاعم حطوا ليا، ما عندكم من الليا وما عندكم من الشحم حطوا 100 جرام زبده ونخلط. حطيت هني التاوة، والحين شو بسوي؟ بحمر اللحم، ولازم هني الطابي يكون حار وايد. وحطينا اللحم وعلى نار عالية. جهزت الطماط والبقدونس والبصل، لو ما تحبون البصل لا تحطون. وهني جهزت الطحينية. المقادير شفتوا تمام؟ هالمقادير. شوفوا هني اللحم خلاص تحول لزيت، شفتوا هذا الزيت اللي حطينا الدهن. الحين بحمر عدل شوية خليه يحمر، وبعدين بعد ما يستوي احطه في هالصينية واقطع بقطعة البيتزا. ابى قطع خفيفة صغيرة. انا استخدم خبز الصاج، هذا خبز الصاج ابيض، كيفكم تبون اسمر كيفكم، واقص الاطراف. شوفوا هني انا قصيت. وطبعا هني انا حطيت اللحم وحطيت طماط وبصل وبقدونس وحطيت الصلصة ونسكر. وهني بنحمسه على الطابي، حطيت شوية زيت نباتي ولازم شي يطلع مقرمش. احلى شاورما لحم مقرمش ولذيذ.